السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رانيا عبد الله، وده برنامج اقرا كتالوج. النهارده هتكلم معاكم عن اصعب خطوة بنمر بيها في اي عملية تغيير. الخطوة دي هي ان احنا ازاي ندير افكارنا السلبية تجاه الخطوات اللي هنعمل بناخدها. ايه وهندير الافكار دي ازاي. كملوا الحلقة للاخر علشان تعرفوا كم مرة حطينا خطة وقلنا هنلتزم بيها وبنلتزم اوقات قصيرة جدا وبعد كده ما بنكملش. كم مرة قلنا هنروح الجيم وما رحناش. كم مرة قلنا هنلتزم وهنحسن اللغة عندنا وما عملناش. وده بسبب اعتقادنا السلبي ان التغيير عملية صعبة. هو ده اللي بيصعب علينا ان احنا نلتزم ونكمل اي حاجة بنبدأها للآخر. اول حاجة هنلتزم اتجاه هدف محدد عايزين نحققه. الهدف ده هنحدده بمدة زمنية، وليكن هنلتزم لمدة شهر بهدف او هدفين، بس هيكونوا فعلا هم دول اللي ليهم الأولوية عندك في حياتك في الفترة دي. ليه بنلتزم بمدة زمنية للهدف اللي احنا عايزين نغيره؟ لأننا لما بنحب نغير حاجة بنحب نغير كل حاجة مع بعض في وقت واحد. كل حاجة مضايقانا في حياتنا بنحب نغيرها مرة واحدة، وده بيخلينا نتشتت وما نقدرش نوصل للي احنا عايزينه. تاني حاجة هنعمل السلوكيات اللي تساعدنا نوصل للهدف اللي احنا عاوزينه، حتى لو في شكل عادات يومية صغيرة ولكن احنا ملتزمين بيها. بعد كده هتبقى جزء من سلوكنا. ولان الحياة مش دايما وردي وهنقابل دايما تحديات وهنقابل حاجات تعطلنا، لازم نكون محضرين نفسنا بخطة بديلة. ما ينفعش نكون ما عندناش مرونة في تنفيذ الحاجة اللي احنا عايزين نعملها. رابع حاجة، الزم نفسك بالخطة اللي انت حددتها واطلب مساعدة من انسان قريب منك يتابع معاك النتائج اللي عاوز توصل لها. وتلاقي في ناس مننا طول ما الموضوع بينها وبين نفسها بتفضل تأجل، وخلاص الامور هتتحل النهاردة، لا بكرة خلاص انا هلتزم ان شاء الله من اول يوم السبت اللي هو اصلا ما بيجيش. ولكن الناس دي لما بتتحط تحدي مع انسان قريب منها بتكون خايفة جدا على شكلها ان هي تطلع مقصرة او ان هي ما التزمتش بالحاجة اللي هي عايزة تعملها. علشان كده بنطلب منهم ان هم لو عايزين يقوموا بتغيير حقيقي يعملوا عادات صغيرة، وكمان يكون في حد قريب منهم هم ما بيتكسفوش منه هيلتزموا معاه بمتابعة الإنجازات اليومية اللي هم عايزين يحققوها. خامس نقطة هي لأصحابنا اللي بيبدأوا أي خطوة في حياتهم بحماس كبير جدا وبعد كده تبتدي طاقتهم تقل. أكتر حاجة هتلزمك تتابع في تقدم خطواتك هي عادة التدوين اليومية. عادة التدوين بتبين لنا أثر المجهود اللي احنا عملناه على المدى البعيد. اتصرف زي الشخص اللي نفسك توصل ليه. ابدأ بتغيير سلوكياتك وعاداتك من دلوقتي وما تستناش حاجة تحصل علشان تبدأ تحط نفسك في الفعل. ده بيديلك دفعة تكمل وبيزود قوتك وصلابتك النفسية. الحاجة الأخيرة اللي حابة أقولها لك في آخر الفيديو إن حياتنا بتتغير سواء رضينا أو مرضيناش، سواء إحنا كنا حابين التغيير ده أو لا. الظروف هتجبرك إنك تغير نمط حياتك، فلو أنت قادر تتكيف وتأهل نفسك وتدربها على تغيرات اللي هتقابلها في حياتك وتقوي من صلابتك النفسية وتزيد من مناعتك، ده هيساعدك مع التغيرات الكبيرة اللي هتقابلها في حياتك. وفي الفيديو الجاي هقولك ايه هي مميزات وسلبيات اي تغيير ممكن تقوم بيه وليه اصلا احنا بنبقى عايزين نقوم بالتغيير ده.